السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى معانا توك كيوت قوي وبسيطة قوي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين هنا كده يا حبايبي، حاجات بسيطة وما بتاخدش، يعني التوكة كلها مش هتاخد أصلا نص متر التوكتين. شوفوا جمالها، بصوا جمال ازاي وبساط قوي. بصوا توك بسيطة جدا وبنص متر هتقدري تعملي توكتين تحفة وموديلات مختلفة. وزي ما انتوا شايفين حاجة كده كيوت قوي. بصوا عايزين ستان 4 سنتي، طبعا هنجيب شريطة 15 سنتي للتوكة، يعني كل توكة مش هتاخد نص متر. بصوا التوكة دي عامة انا هديكوا المقاسات لتوك، يعني عن الموديل ده هو مقاسه 15 سنتي، يعني عايزين 30 سنتي نعمل بيهم توكتين جمال قوي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، 15 سنتي في عرض ستان 4 سنتي. الستان مضلع وانا بعمل الزراير اللي هي باللولي دي، حاجة كده جميلة أوي بسيطة. وعملت منهم برضو حطيت لهم ورد زي ما انتوا شايفين. عاملة ستان أبيض سادة عادي، بس الستان ده طبعا مش ستان دبل فيس، لا ده ستان عادي وجه واحد. لكن ده بقى ستان مضلع اللي هو السيمون ده. بصوا حددت النص بتاع 15 سنتي وعملت كده. نرجع تاني ونقولها، خدتوا بالكم عملناها ازاي؟ حاجة بسيطة قوي فيها حاجة دي ما فيهاش شغل. بصوا بقى هاجي من نص الشريط كده وامشي بالسراجة زي ما انتوا شايفين. حاجة بسيطة 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 وسهلة ومدية منظر تحفة الصراحة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. شايفين شديت السراجة ادتني منظر الوردة. بصوا لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه رأيكم بقى؟ هثبت بقى الفتلة بتاعتي واروح قطعة في اقل من دقايق. هتعملي توكتين ايا كان بقى، عايزاهم على مشبك، عايزاهم على استيك اللي انت عايزاه، عايزاهم على كليبس اللي انت عايزاه. في كليبسات صغيرة كنت جايباها برضو قبل كده وعملت بيها توك صغيرة كده. بصوا ادي المنظر، مخدتش حاجة، سهلة جدا. هحط الزرار بتاعي اللي انا عاملاه، ادي بقى منظرها وانا كاسية مشبك اهو قدامي. هلزقه برضو. بصوا الشغل خالص، حاجة كده كيوت قوي ورقيقة قوي وسهلة، ما هي صعبة. بصوا ادي المنظر بتاعها. خدتش حاجة حبايبي، فضلا وليس امرا. اللي وصل معايا لحد كده في الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس يا حبايبي عشان الفيديو يترفع. اعملوا لايكات، مش مهم الاشتراكات قد اللايكات. بصوا هنا برضو عملت منها الاحمر برضو ب15 سنتي. دي بقى زودتها الصراحة، زودتها 20 سنتي عشان ادي كشكشة زيادة. هنا بقى هعمل التوكة التانية الحمراء اللي قصادكم دي. بصوا برضو هي سهلة اوي، عبارة عن انك هتعمليها كده
ما فيهاش شغل اهي. بصوا المنظر. هنا حديت النص بتاعها عشان اما اسرق. بصوا اهي. اكني بعمل حرف اس بس بالقماش مش بالكتابة. برضه هشد السراجة. حاجة يا حبايبي كده بسيطة قوي وسهلة قوي. دي عبارة عن فيونكة زي ما انتوا شايفين. بصوا منظرها جميل وشيك. حاجة كيوت قوي. ايه رأيكم بقى؟ في اقل من نص ساعة، في ربع ساعة نقول، عملنا توك تحفة وموديلات جميلة وهادية وبسيطة. تنفع بنوتات صغيرة وتنفع بنوتات كبيرة يعني. والله يا حبايبي ما فيهم شغل خالص. دي طبعا شريط ستان طوله 18 سنتي. وحتى لما اجي اعمل احبس الفيونكة دي هجيب 2 سنتي بس من عرض 4 سنتي. 2 سنتي مش عايزة منها كتير، عايزة 2 سنتي. بصوا اهي دي 2 سنتي. التوكة بتاخد 2 سنتي، انا بتنيهم نصين هتشوفوا ازاي دلوقتي. وهحبس بيهم توكتي على المشبك. طبعا عشان صغيرة انا باخد ايه 2 سنتي يعني مش كبيرة، مش محتاجة لف كتير. مش محتاجة لف كتير. حاجة كده جميلة جميلة جميلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وطبعا انت بتفنشي بذوقك، انت اللي انت عايزة تحطيه وتركبيه على التوكة بتحطيه، ده ذوقك وانت بتوضعيه. وبعدين الحاجات دي ممكن تنفع مشروع. بصوا انا كسيتها بالقطعة اللي هي 2 سنتي، ودي التانية برضو بكسيها نفس الموضوع. بصوا يعني اصلا مش مكلفين. دي يعني اقل من نص متر هتعملي بيه التوكتين، والتانية برضو اقل من نص متر بكتير 30 سنتي يعني مش واخدة حاجة. 30 سنتي فقط لا غير للتوكتين. بصوا هنا بقى هحط شريط الجيلاتينا اللي هو الاستراس، هقصه على القد واروح لازقه. اسهل من كده بصراحة ما لقيتش. انا متهيالي دي اسهل توك عملتها في القناة من ساعة ما فتحت القناة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا ادي كده عملت الفيونكتين بتوعنا. هروح بقى مركبه لهم الكليبس. انا هعمل كليبس على شريط ستان ابيض عرض 1 سنتي، مش عايزه اعمله على الاحمر، فاكسيه عادي. طبعا انتوا عارفين بنكسي ازاي.
اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. في وقت قصير جدا طلعت مجموعة حلوة. يعني التوكة الحمراء دي انا عملتها 20 سنتي مش 15 سنتي، زودت 5 سنتي فدت كبر شوية عن السيمون. والفيونكات دي الفيونكة واخدة 18 سنتي، والطريقة سهلة جدا ما هي صعبة. طبعا ولا اسهل من كده اهي. تلزق المشبك، عايزة تحط لها استك ممكن تحط لها استك، يعني مش صعبة. وطبعا بعد ما بخلص شغلي بحطه على الورق، بشبكه كده على الورق واعبيه في الاكياس، بيبقى شكله كيوت ونضيف. طبعا مفيش احسن من كده. حاجة كده بسيطة وسريعة وسهلة، وطبعا بفن بسيط. يومك سعيد مع ماما شوجة، هتفيدي وتستفادي وتقدري تنتجي وتبتكري كل ما هو جديد. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو عشان الفيديو يترفع لأكبر عدد من حبايبنا. بصوا المجموعة حلوة ازاي اللي احنا عملناها في ثواني. مجموعة ما خدتش حاجة وبسيطة قوي وسهلة قوي بصراحة، ومش مكلفة مش مكلفة. ايه رأيكم؟ حاجة كده مشروع هايل. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.